السماعة دي هي الام 19، سماعة مشهورة وموجودة كتير في السوق. في نسخة منها فيها زنة في المكالمات، وللأسف بعض التجار بتبيع من غير ما تعرف العميل إن في مشكلة في زنة في المكالمات، ولكن مش في الموسيقى، هي بس في المكالمات. يعني لما تيجي تتكلم تسمع صوت زنة. قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، واي استفسار تقدر تكتبه في التعليقات. شاركنا برايك، واهم حاجه تعمل لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد بالمعلومه. السماعه دي ام 19 سماعه ممتازه جدا، بيبقى فيها باور بانك، في كشاف للموبايل، والسماعات نفسها حلوه وسعرها مناسب واقتصادي للجميع. ولكن زي ما قلت ان اغلب الناس بتبتدي تبيع بسعر اقل من الطبيعي او تحرقها بمعنى صح، يعني بمعنى السوق، عشان خاطر تخلص من الكميه اللي فيها زنه. وللاسف العميل ما بيعرفش غير بعد ما بيشتريها ويجي يرجعها، ما بينفعش يرجع والكلام ده كله. ابتدي يبحث على اليوتيوب وعلى كل الاماكن حل لمشكله الزنه في السماعه الام 19. للاسف هي ملهاش اي حل. الزنه دي ليه مشكله تقنيه في بعض الاصدارات. خلينا عارفين ان اي ايربود او اي ساعه حتى بيبقى فيها اصدارات، اول دفعه بتيجي مثلا تبقى كويسه او فيها عيب، تاني دفعه وهكذا. فهي في دفعه من السماعات دي في السوق فيها زنه في المكالمات زي كده. السماعه الام 19 لو بتتكلم منها مكالمه زي دلوقتي كده وسامع صوت الزنه اللي انت سامعها دلوقتي دي، اللي بيكلمك هيسمع صوت الزنه، اما انت مش هتبقى سامع زنه. فلو القصه دي مش فارقه معاك عادي ممكن تشتريها، مفيش اي مشكله. لكن لو فارقه معاك هقول لك في الفيديو ده ازاي تعرف الفرق بين السماعه اللي فيها زنه والسماعه اللي ما فيهاش زنه. ومجرد ما انت بتعاين المنتج قبل الاستلام او وانت في محل بتفتح السماعه كده، هتقدر بمنتهى السهوله تعرف الفرق بين الاصليه والمضروبه. موضوع بسيط جدا، معلومه مفيده، اتمنى الكل يشارك المعلومه دي. يلا بينا نبدا مع بعض. خلينا نشوف الاول شكل البوكسين زي ما احنا شايفين في الصوره كده، الاثنين زي بعض بالظبط. طيب هنلاقي السماعات كمان زي بعض، مفيش اختلاف. ولكن لو دققت النظر هتلاقي ان في سماعه فيها مكان الشحن هنا كده، وفي سماعه ثانيه مكان الشحن من تحت. طب ايه الفرق؟ اللي فيها مكان الشحن من فوق ده الاصدار اللي هو الاصلي، اللي ما فيهوش اي زنه ولا اي مشكله في المكالمات ولا في اي حاجه خالص. اما اللي مكان الشحن بتاعها من تحت تبقى دي اللي فيها زنه، وانت ماسك السماعه بمنتهى السهوله من غير ما تعمل اي حاجه. لو انت بتشتري من المحل قول له لا شكرا لو الموضوع ده مضايقك، لكن لو الموضوع عادي زي ما قلت لك مش هيبقى فيها اي مشكله. وطبيعي طبعا هتلاقي المكان مختلف في البوكس، فسواء شفت في السماعه او شفت في البوكس هتعرفها. يعني ايه المكان مختلف في البوكس؟ يعني ده كده مكان البنات اهو، مكان ما بتحط الودانه. الثاني هيبقى مكان البنات هنا في الدراع، في الحته دي زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. واستحاله ان السماعه دي تبقى مكان السماعه دي، يعني استحاله الاصليه تتحط مكان المضروبه. ليه؟ لان مكان الشحن مختلف، مش هتشحن. فبالتالي الاصليه مكان الشحن بتاعها اهو في الودانه نفسها من فوق مش تحت. ونفس القصه في البوكس، تاخدها وانت مطمن هتاخد سماعه كواليتي كويس. ولكن لو انت مش فارق معاك زي ما قلت لك اشتريها عادي، اللي هي الاصليه او المضروبه زي ما تيجي معاك بقى. ولكن لو انت بتدور ومحتاج تجيب الاصليه اللي ما فيهاش زنه عشان عايز تاخد كل الكماليات، فدي معلومه لا تقدر تعرف بيها السماعه. ولو انت حابب تشتري الاصليه بمنتهى السهوله هسيب لك رابط الشراء من خلال موقع وتطبيق اوكازيون. هتلاقي السماعه الاصليه وهتلاقي برضو اللي فيها زنه موجوده، وهو هيبقى كاتب لك على الموقع ان ديت اوتلت اللي فيها زنه وسعرها رخيص، والاصليه هتلاقي سعرها مختلف عن اللي هي الثانيه دي او دي. الاثنين بتجربهم قبل الاستلام. ومميزات شراء من موقع اوكازيون دوت كوم ان انت في اي وقت ضامن فلوسك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السماعه دي لو باظت تقدر تشتري قطعه غيار. البوكس لو باظ بعد فتره حتى لو بعد سنه، طالما انت محتفظ بالفاتوره او رقم الطلب اللي انت عملته من على الموقع تقدر تشتري البوكس، تقدر تشتري السماعات. ودي ميزه الموقع بيوفرها في اغلب المنتجات، وانا شايفها حلوه جدا ان انا ضامن فلوسي في اي وقت. مش معنى ان انا اشتري سماعه وبعد شهر او شهرين او 3 او 10 حسب استخدام كل واحد الاقيها باظت يبقى انا خسرت فلوسي، حتى لو كانت الفلوس دي قليله او كتيره ايا كان هي فلوس انا تعبان فيها. فاقدر بمنتهى البساطه ادخل على الموقع اطلب قطعه الغيار. طب هل الميزه دي متاحه لكل الناس؟ لا، هو بصراحه الموقع بيوفرها للناس اللي اشترت منه المنتج. يعني لو جاله واحد قال له انا شاريها من بره مش هيديله قطعه الغيار، فدي ميزه تخليك تشتري من المكان ده وانت مطمن. يعني ما تقولش لا انا راح اشتري من مكان تاني مثلا عشان فرق سعر حاجات بسيطه او ايا كان فرق السعر فتخسر المنتج، لان انت اللي هيبيع لك ده بنسبه كبيره مش هتلاقي عنده قطع غيار. انا عايزك تسال قبل ما تشتري اي مكان
هل عندك قطع غيار او خدمه ما بعد البيع؟ يعني انا لو جيت لك بعد شهر شهرين ان قال لك قول له طب وريني قطع الغيار اشوفها بعيني، يعني خليه يطلعها لك من المحل شوف عنده قطع الغيار بعينك عشان تتاكد ان انت هتجيله في اي وقت هيقول لك اتفضل. هو ممكن يقول لك وتمشي تيجي بعدها بيوم يقول لك لا مفيش، اصل الحاجات دي ملهاش ضمان. فانصحك ان انت تشتري من مكان موثوق فيه بيقدم لك خدمه ما بعد البيع، وتشتري السماعه الاصليه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصلك كل جديد.